جاك كان معاه قلم تلوين سحري، اي حاجه يرسمها بتتحول لحقيقه. كل اللي عليه يعمله انه يرسم الحاجه في الهواء وتتحقق على طول. في الاول رسم عجله، وبعدها رسم فراشه بدات تطير بلطف حوالين المكان. ابنه كان مدهوش جدا ومبسوط، وكان نفسه في لوح تزلج، فخد القلم ورسمه وفعلا ظهر قدامه. بعد كده جاك رسم اكبر 2 ايس كريم، وابنه قال له نفسي اطير في السماء. وده ما كانش صعب على جاك. طلع القلم وبدا يرسم طياره في الهواء، وبعد ما خلصها شد المروحه بالراحه وفجاه الطياره بقت حقيقيه. جاكي كان طاير من الفرح، وابنه كان مبسوط جدا، وكان معاهم صاحبهم. بداوا يتحركوا بالطياره وفعلا طارت، وكمان عمل الزجاج وقفلوه. كانوا ماشيين ولقوا قدامهم مبنى، لكن جاك استخدم عصايه القياده وقدر يتفاداه، وكلهم كانوا فرحانين لان دي اول مره يركبوا طياره. بس بعد شويه الطياره كانت على وشك تقع. جاك فتح الزجاج ونط في الهواء ورسم أكبر مظلة علشان ينزلوا بيها. مسكوا فيها ال3، جاك وابنه وصاحبه، ونزلوا بسلام. وأول ما نزلوا لقوا واحدة عربيتها عطلانة. جاك على طول رسم إطار وساعدها تصلح عربيتها.